السلام عليكم الزينات، كي راكم لاباس؟ انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها ليا وعليكم ان شاء الله. قبل ما نبدو الفيديو نبدو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بديت لكم الفيديو اليوم مع الصباح، حطيت قهوتي راني نتقهوى، نكمل قهوتي ونروح نخدم صوالحي وراكم معايا. هنا 25 كيلو السبيرات اللي نقضي منها ما فيهاش 25، فيها غير 10 وانا 10 ما تقدنيش. اما انا شريت سفينه، ضاني شريت تاع ريجيم هاد الخطره، شريت سفينه مش عارفه تعجبني ولا ما تعجبنيش، نجربها ومن بعد نقول لكم لا مليح ولا ماشي مليح. كاين واحد المتتبعه كتبت لي تعليق بغيت نجاوبها عليه، نقرا معكم التعليق. ما شاء الله عليك اختي، انا والله ماني نقدر ندير حاجه، ما مريضه ما والو الحمد لله، غير كارهه وشغلي نخدمه بالسيف، ما نطيب لولادي طياب مسقم، غير نتفتف عليهم، والله ما عرفت. نصحيني اختي. يا أختي ربي يفرج عليك ويعاونك ويقويك على هذه المسؤولية الكبيرة اللي راكي فيها. بصح لازم تعرفي حاجة، ربي ما يحطش على العبد تاعو حمل فوق طاقته، وكل تعب راكي تحسي به اليوم راه مكتوب فيه أجر كبير إذا صبرتي واحتسبتيه عند ربي سبحانه. أنا فهمت من كلامك باللي راكي تحاولي تخدمي ولادك وتطيبي لهم وتكوني أم مليحة، بصح مرات تحسي روحك تعبانة وما تقدريش. هنا لازم نوقفوا ونقولوا يا ربي يعاونها ويسلها أمورها. الدعاء هو السلاح الأول تاعنا، ما تخليش اليوم يمر بلا ما تهضري مع ربي. قولي يا ربي بارك لي في وقتي، يا ربي سهل عليا خدمة الدار، يا ربي رزقني الصبر والراحة. شوفي اختي، الخدمه في الدار وتربيه الاولاد راهي عباده كبيره، حتى كي طيبي لقمه لولادك بنيه صافيه راهي صدقه عند ربي. يعني ما تستهينيش باللي راكي ديري فيه، حتى التعب تاعك مكتوب عند ربي اجر. بصح باش تعاوني روحك علميا ماشي لازم تضغطي على روحك بزاف، ديري تنظيم بسيط، كل نهار حضري حاجه سهله وما تاخدش وقت طويل. مثلا اليوم شوربه ولا مرقه خفيفه، غدوه طاجين بسيط، وبعده حاجه سريعه كيما المكرونه ولا الرز. المهم ما تخلطيش روحك وديري الضغط على روحك، وخلي الاولاد يعاونوك حتى لو صغار، علميهم يرتبوا ولا يجمعوا لعب تاعهم، ولا حتى يساعدوك بشي بسيط في المطبخ، هكا يخف عليك الحمل شويه. وزيد حاجة مهمة بزاف، ما تحاوليش تكوني كاملة 100% كل يوم. راهي الأم ماشي لازم تكون خارقة، المهم تكون حنونة صبورة، وراهي قاعدة تحاول. حتى لو دارك ما كانتش ديما منظمة 100% عادي، المهم الحب والراحة النفسية تاعك وتاع ولادك. ومن الناحية الدينية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني حاولي تقدري تديري اللي تقدري عليه بالصح بلا ما تعذبي روحك، وربي يحبك حتى كي تتعبي وتصبري وتكملي يومك على خير. وما تنسيش كي تحسي روحك مضغوطة بزاف، خودي حتى 5 دقائق مع روحك، اقعدي نفسي اقري قرآن ولا استغفري، استغفر الله تريح القلب وتفتح باب الرزق والراحة. وزيدي ديري في بالك بلي الاولاد تاعك اليوم صغار بس غدوه يكبروا ويتفكروا تعبك وتضحيتك. التربيه ماشي غير طبخ وتنظيم، التربيه هي صبر، حضن، كلمه حلوه ودعاء. ربي يبارك لك في ولادك ويخليهم ذريه صالحه ويعطيك الصحه والقوه. واذا حسيتي مره بالضعف ماشي معناها انك فاشله، لا، هذا طبيعي، كل تمر بايام صعيبه. وفي الأخير نقول لك توكلي على ربي وخلي قلبك ديما معاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربي ما يضيع حتى تخدم بنية صافية وتحب ولادها. ربي يسهل لك أمورك ويبدل تعبك راحة ويخلي دارك ديما عامرة بالبركة والضحكة إن شاء الله. إن شاء الله نكون أفدتك ولو بالقليل. ربي قال لنا كلمة وانا نحبكم تعيشوا بها الحياة هذه. ربي سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كلكم تحفظوها. عبوكش معناتها يجعل له مخرجا، ربي قال كلمة يجعل هذه لازم توقف عليها، معناتها الأصل أنه ما كاش مخرج، معناتها أنت راك في مأزق، راك في مصيبة، راك في مشكلة كبيرة كي دير لها حساباتها من كل جهات مغلوقة بالبيطون، ما كاش باب، كاش باب من تخرج، ما عندكش باب. سما كي تروح تحسب لها قصرت مع فلان قصرت مع فلان قصرت مع فلان، ما كاش حل، سما خلاص ما كاش حل. تما عبوكش دير، يولي التقوى الله هو السبب. خلاص ما عندك ما دير دوكا انت واش دير؟ تلجأ الى الله وتتقي الله سبحانه وتعالى، يجعل لك ربي مخرج. واش معناتها يجعل مخرج؟ عجبني احد العلماء قال يطرطق لك باب في البيطون، يحل لك باب ربي، انت كاع بيطون راهي ما كاش مخرج. زكريا ربي هديه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ربي شرحها لنا في صفحه كامله في القران، شرحها لنا. وايوب اذ نادى ربه، هذا ايوب عليه السلام. كان نجيبوه دوكا المستشفيات نتاع العالم كامل عبوكش يقولوا لنا ادوه للدار خليه يشبع دارو، خليه يروح يموت.
هذا يقولون الناس رفدوه داوه ما هو في قمامة بعيد عن المدينة وخلاوه 17 سنة أو 18 سنة وهو مرمي، يعني ما كانش مغلوقة بالبطون. نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الناس اللي تعرف ربي، علاقة الأنبياء مع الله ذكرها ربي في القرآن، ركز عليها القرآن. وأيوب الذي هو من هو أيوب؟ أيوب عندنا نحن إنسان ميؤوس من حالته المرضية. وش صرا له أيوب؟ إذ نادى ربه، قال لنا أنتم عندكم اليأس، ربي ما عندوش اليأس. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حشم حتى يقول ربي شفيني، حشم استحى، قالوا أنا راني مضرور، المرض راني مضرور وأنت أرحم الراحمين. يعني لا كان حاب ترحمني بالمرض خليني مريض، ولا حاب ترحمني بالشفاء بريني. فاستجبنا له، يعني ما كاش سناوة، فاستجبنا بسهولة، طرطق له باب في البيطون. هذه هي وش معناتها، سهلة اتصال بربي سبحانه وتعالى. ما نعرفوش نتصلوا برك، حنا عندنا خطأ في الاتصال مع الله. شوف الأنبياء ومن بعد وش بدات، ومن بعد بدات حكاية طويلة. وذنوني إذ ذهب مغاضبا. صاي كملت، شقا كاع ما يكملش، حنا نكملو وهو ما يكملش. المهم كملت صوالحي وجيت هنا درت لهم هاد الكلاصير، حطيتها لهم هنا، درت لهم فيها الماء بارد باش كيبغيو يشربوا يقول ما واجد. هذه شريتها لها في واحد 4 سنين ولا 5، اكبر غلطه درتها كي شريتها. علاش؟ باسكو ما نستعملهاش انا. كي نديها للبحر هي تتهز بزاف، تربط 13 يوطرو تاعما، والبحر حنا ما نستعملوش الماء بزاف، عندنا يوطرو ولا 2 يوطرو يكفي. قعدت كي نديها نتقل روحي بها باطل، ما انا وليت ما نديهاش كاع معايا البحر. اما لو قلت هنايا نبروفيتي منها نحطها هنايا، يبغوا يشربوا يقول ما بارد وصاي. خليني نقعد ندم، نقعد نقول على شريتها على الاقل نستغلها في حاجه مليحه. ما جاوبتهاش على اي سؤال ولا تدخل قناتي الثانيه يوميات مشنتيه في المستغانم بالك راني مجاوبتها تما، باسكو انا راني ندير فيديوهات خطره في هذه وخطره في الاخرى. دخلوا قناتي الثانيه بالك تلقوا كاش وحده طرحت عليا كاش سؤال ولا تلقاني مجاوبتها تما. هذا تاع بابي اسويتو، هذا تاني شريته مع المشتريات تلقوهم في قناتي الثانيه يوميات مشنتيه في مستغانم 2. المهم هنا كمل الفيديو حبيباتي، استودعكم الله ومع السلامه.